السلام عليكم، مرحبا بالجميع. طابت أوقاتكم بكل خير، ودامت لكم الصحة والعافية والسلامة، بالصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، الرحمة المهداة للبشرية جمعاء. مبروك لفريقنا نهضة بركان الذي انتصر بالقلم، ولو لعب بالقدم لانتصر. جيتي ما جيتي كاع لا تجي والكافي يجيبك، جيتي تلعب هي هذيك، ما جيتيش طلع للطاس شكي ولا طلع للكاس ولا جي يشرب اتاي ديال الدحميس. شي صقع ملي كتعمليه كيحط راسو في مواقف لا يحسد عليها. الغريب في هادشي هو ان هذاك اللي ورطهم، هذاك البراح ديالهم، هذاك البوق، هو اللي دار لهم المنشور وهو اللي عاود سحبه، وهو اللي قال لهم ان الرايه ديال المغرب شعار من المحظورات. قال الاتحاد العاصمه بعد ما ورطها ما تلعبوش مع بركان، غادي يقول لهم تثبتوا الموقف ديالكم، وهو نيت براسو غادي يقول لهم الا ما لعبتوش غادي توقفكم الكاف. حصله ديال الكلاب، حصله ما تبغيهاش العدوك. ها هما غادي يجيو يلعبوا في المغرب، وبركان غادي تلعب بالخريطه ديالها وبالتوني ديالها. ولكن دابا المصيبه انهم هما في الجزائر ما لعبوش ومشاو لهم 3 ديال النقاط، وهما عاوتاني غادي يجيو للمغرب، وحنا ديك الساعه غادي نشوفوهم وغادي يوليو ضحوكه للعالم كامل. واحد علم منهم، واحد الهرناط، سمعوا شنو قال الجزائر شوفوا غادي تمشيو وغادي تلعبوا لهم بالقميص ديال المخيمات ديال تيندوف، وهما ديك الساعه ما غاديش يخليوكم تلعبوا، وديك الساعه غتربحوا نتوما في فورفي وغتوليو معادلين. انا نقرا لكم دابا هو قدامي. على الفريق الجزائري اتحاد العاصمه ان يتنقل للمغرب حتى لا يعاقب بنص الماده 7، واثناء الاجتماع التقني ان يجدد التزامه بالموقف الذي اتخذه بالجزائر بعد قبوله بخلط الرياضة بالسياسة، وعليه أن يرفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي للبت فيها بمهلة كروية بكل المعايير. قال الجريد على قدا ما فات جملة مفيدة، حنا مشينا معكم بالصفا وبالنية وبالمعقول، لكن باش تشدونا في المطار وتحيدوا لنا التوني ديالنا وتجيبوا لنا توني من البار من السويقة ديالكم وتعطونا نلعبوا به، هادشي ما نقبلوش به.